جلطه في القلب والمخ والشرايين والاطراف لو كملت الفيديو ده للاخر. واللي ما عملش تنظيف بشره قبل كده اوعدكم ان بعد الفيديو ده مش هيعمل تاني. يلا نروح مع سلمى تعمل تنظيف بشره. اتفضل. تقريبا درجة الحرارة النهاردة 300 درجة جهنمية. بشرتي كانت بتسيح وبتنهار. قلت بقى ده انسب وقت اروح اعمل شد شفخ شفط واللي منه. ما شاء الله بدأتها معانا ما بتاخدش وقت، يعني بدأت دخلت على شد شفخ شفط واللي منه. اكيد طبعا الشد والشفط عند العجلاتي. ايه الشفخ ده بيتعمل فين ولا مين اللي اتفضل. للترويق الذاتي ولمساعدة الخلايا الرجعية في النمو، وده طبعا هيعمل تجديد للبشرة الخراجية من الأشعة الحارقة الخارقة. معلش يا سلمى انا اسف، ده اللي هو فين؟ كل اللي حضرتك فين عندنا في التكوين الجسدي فين؟ عملت في الأول هايدروفيشل، وده بيبقى عبارة عن خطوات كتير بغض النظر عن شكلي دلوقتي، بس انتظروني بعد الهايدروفيشل هبقى قمر. هنا هنمحر المناخير من اي رواسب او دهون متعفنه. ما شاء الله الطب تقدم جدا، بيشيل كمان الدهون المتعفنه. لا التقدم والحلاوه، لا انا لازم اروح المركز. هو فين؟ بعد كده هنخش في مرحله الدهان. هنا هي بتدهن لي وشي بسكراب عشان بعد كده لما نعمل مساج بسهوله قوي يتشال خلايا الجلد المتوفيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا الله يرحمها. لا انا هاجي لك انا وابن خالتي برضو نعزف خلايا الجلد المتوفيه، بس انت بعت لنا اللوكيشن بس، والبقاء لله. بعد كده ده ماسك لمونزا بالنعنع. اهميته في ايه؟ في ان هو بينعنش، بيخليك تحس انك كانك لسه طالع من الانعاش. المرحله دي مهمه قوي خصوصا في الحر ده. بعد كده بنحط سكراب سريع على الفشايف بس، وبعد كده بقى بنحلق الدقن. انا قلت لها ان انا عايزاه على الزيرو، وممكن تخليه على 1 أو 2. خطوات كتيره قوي، يعني السيشن معاكي ساعه الا نص. هو في ايه؟ لو ليه؟ لا انا مش لسه ما اتجوزتش، يعني صعب الامر كده، هيقضي على الشباب. ليه؟ لا ومش بخل في الماسكات خالص، يعني ده ماسك تاني وبيخليكي تبيضي 5 فسوات. الماسك ده بقى حلو في ان هو بيحفز الكولاجينز والهبالوليك اسيد. هنا بقى بتتكهربي، هيكهربوكي في بشرتك شويه، ما تخافيش خالص يعني. وبعديها بقى بتدخلي على مرحله الفرن. بيدخلوكي الفرن، بيدخلوا وشك في الفرن. ليه بنعمل كده؟ عشان نخلي البشره تحتفل. زي ما انتم عارفين ان البشره مكونه من 25 طبقه، من ضمنها المسام والغده الزمرديه، فاحنا بنرقصهم جوه. لا ثانيه بترقصوها فين؟ ايه الطب اللي بيرقص البشره من جوه؟ انا هروح ولو الطب ما رقصليش البشره من جوه حسبي الله. بعد مرحله احتفال البشره بنبتدي نعمل مساج بلوشن. مهم قوي جايز الهايدروفيشل كل 30 او 30 يوم كده لتفادي نمو فطريات الكلب العصران على بشرتك. كلب عصران ايه؟ كلب بتاع واحد اسمه عصران يعني؟ ولا كلب عصران فين؟ ليه يعني؟ خلصت رحت على طول على دكتور اماني القمر. الاول قالت لي ايه المناسب لبشرتي، وبعد كده فهمتني ان احسن حاجه هي الديرمابان بالميزو كوكتيل، وهو عباره عن مالتي فيتامينز من ضمنها ساليسوليك هبالوليك لاكتوليك اسيد. لا دي بقى حقيقه، دي حقيقه جدا. انا مؤيدك في دي انا معاكي فيها. الهبالوليك مفيد جدا للبشره وللمخ برضه. اول ما بيجي في نسبه هبالوليك الدنيا بتحلو، بتشوفيها بمنظور تاني خالص. هبالوليك بتحطي لي الماده دي على بشرتي، بعد كده بتقعد بقى تخرمها عشان الماده تخش تتلغلغ جوه اللغلوغ. لو عايزين تعرفوا بقى بالظبط ايه الفرق ما بين الميزو كوكتيل والميزو ثيرابي والحاجات دي، خشوا شوفوا الستوري بتاعتي على انستجرام عشان تعرفوا التفاصيل من الدكتور نفسها. هي شرشحت لي الوضع بشكل حلو وبسيط، وانا صورتها وهي بتشرشح لي التفاصيل. لا ده انا اللي هشرشح لكم انتوا الجوز. شرشحت لك وضع ايه اللي شرشحتهولك؟ ليه بتشرشحوا لبعض في المستشفى؟ ليه؟ في انهي مستشفى بيقعدوا يشرشحوا لبعض فيها؟ سلمى عشان انتوا كمان تعرفوها، يعني هتستفادوا وهتحسوا ان انتوا كشفتوا اصلا. طبعا السيشن بتاعت الديرمابان بتتم بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيكون فيه سناوين صغنغونه بتخش البشره، وما تخافوش خالص هي ما بتوجعش. تحسي يعني كأن حد بيخبطك على وشك بالكشوش، حاجه بسيطه قوي يعني. طب والمصحف ما انا راضي وربنا ما هرد، عشان انا اللي غلطان. انا اللي بعمل في نفسي كده وبفضل انا اللي غلطان. بصي طبيعي وشك هيمحور بعد السيشن، يعني لون بشرتك هتبقى محمره، هتحسي شويه انك فرخه مشويه متبله، بس ده طبيعي خالص. يعني ما ينفعش مثلا فتح كتابك يبقى بكره تروحي تعملي السيشن النهارده. ودي معلومه مهمه جدا في عالم طب الوش بعد حمض الهبالوليك. لو فتح كتابك بكره ما تروحيش النهارده. ادي لنفسك 10 ايام يعني اسبوع عشان ما تبقيش عروسه متبله. سيشن دي بقى بتعمليها اسبوعيا، وبعد كده بتعمليها كل 4 شهور او حاجه كده. ما تخش تشوف الستوري على الانستجرام، ما تتعبونيش بس يا ست الحسن والبغال. وبعد كده بقى زي ما انت شايفه طلعت من الكلينيك، الناس بقت مش عارفه دي سلمى المغربي ولا نانسي عجرم.
شكرا لكم واتمنى لكم مشاهدة سعيدة في الفيديوهات القادمة وهذا الفيديو. باي باي. والله انت عندك حق، وانا اتمنى لكم برضو مشاهدة ممتعة جدا وبرعاية هذا الفيديو. باي باي.